السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. النهارده الفيديو بتاعنا بقى يا حبايبي، هحضر معاكم الفطار وهنعمل معاكم سحور حلو كده. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتكتبوا لي تعليق كده حلو زيكم. بصي يا حبايبي، النهارده الفيديو ان شاء الله الفطار، يعني هعمل فطار، هعمل شيش طاووق. طبعا كنت متبله معاكم قبل رمضان. وهعمل مكرونه بصلصه. وهعمل ايه؟ مخلل يعني وعيش بقى وكده. يعني انا الفطار عامله النهارده حاجه بسيطه، هو المكرونه، وعامله شيش طاووق. بصراحه زهقنا بقى من المحشي ومن الطبيخ يعني والحاجات دي. فقلت بقى اعمل النهارده حاجه خفيفه. بصي يا حبيبي، الشيش طاووق ده حلو قوي. ماشي يا حمودي. محمد بيقول كان حلو قوي. الشيش طاووق ده يا حبيبي انا كنت متبلاه معاكم قبل رمضان. كنت جايبه التتبيله اللي هي الاكياس دي، اللي هي اسمها، مش فاكره اسمها ويلز ولا كان اسمها ايه. بصراحه التتبيله دي حلوه قوي. انت شوفوا الفيديوهات بتاعه التفريزات اللي كانت قبل رمضان، كنت مفرزه معاكم الفيديو اللي هو تفريز الفراخ. بصوا بجد التتبيله دي حلوه قوي وطعمها مدخن كده وطعمها تحفه بصراحه. انا كنت اول مره اجيبها. آه فقلت اجربها، يعني كنت جايباها وكنت جايبه اللي هي كنور. فقلت اجرب ديت، بصراحه طلعت احلى من كنور بكتير. طعمها فيه تدخينه كده وطعمها حلو قوي. المهم بقى انا ايه، قطعت فلفل الوان وال بحط بقى فلفلايه كده وعليها قطعه فراخ. فلفلايه وقطعه فراخ. ممكن كمان تحط بصل، بس بصراحه مش بحب احط بصل معاه. هو الفلفل الالوان بس. ممكن تحط بصل وممكن تحط طماطم كمان. وحشه. البصل وحشه قوي، محمد بيقول لكم. ابتدي اسيخها بقى. انا هعملها في الفرن. ممكن تعملوها لو عايزينها على البوتاجاز من فوق على جريل كده عادي. لو زي في صينيه كده وتحطها في الفرن، بس ايه، حطوا في الصينيه من تحت كده رشه زيت يعني. بس واعملوا بقى الشيش طاووق كده وحطوه في الفرن يعني يستوي. ممكن بعد ما يستوي، هو بصراحه كان مدخن. لكن لو التتبيله اللي مثلا كنور او حاجه او تتبيله بيتي مثلا انتوا عاملينها، حطوا له حته فحمايه في الاخر، بيبقى طعمه حلو قوي. معلش بقى الدنيا اتمرمطت كده من التتبيله، كانت سايله. بس همسحها كده على طول. وايه، طبعا انا عملت المكرونه. عملت انا المكرونه، ما عملتها ما صورتهاش يعني، لان انا عملتها كذا مره قبل كده. دلوقتي بقى انا هعمل صوبيا يا حبايبي. حطيت ده لبن وحطيت عليه سكر. وهحط معلقه كريم شانتيه ومعلقه لبن بودره. وهحط بقى ايه الصوبيا. هحط، بصوا، كل كوبايه لبن حط لها معلقه ونص صوبيا عشان تكون تقيله وغنيه كده. حطيت بقى الصوبيا وهضربه دلوقتي. وخلاص كده يا حبيبي، كنت خلصت الفطار. عملته مكرونه زي ما قلت لكم. المكرونه عملتها كذا مره. الصلصه سهله خالص بصراحه، ما بحبش احط في الصلصه اضافات. هو الزيت والتوابل بس. ده العصير بقى الصوبيا. وكنت عامله كمان تمر اللي هو الطبيعي. هعمل بقى معاكم دلوقتي بسبوسه بجد كانت مرمله وتحفه. بسبوسه اكياس، اللي هي الاكياس الجاهزه. اسمها ماركيز. بصوا الكيس بتاعها لونه ابيض كده، وهي اسمها ماركيز. صراحة النوع ده يعني احسن نوع اكياس انا جربته. جربت حلو الشام، وجربت نوع كده كيس اصفر كده اللي هي بتاعت زمان دي. بصراحة طلعت وحشة قوي. وجربت بقى ماركيز. احسن نوع بسبوسة اكياس بجد ماركيز دي تحفة. بتجيبوا الكيس بقى تحطوا عليه يعني ربع معلقة بيكنج باودر كده او نص معلقة كوم ممسوحة. وقلبهم مع بعض. وبعدين تحطوا نص كوباية سمنة بلدي بقى. يعني بصوا متوفر عندكم زبدة، سمنة اللي هي العادية العلب ديت. اي نوع سمنة متوفر عندكم تحطوا نص كوباية كده. وتقلبوا بقى ايه السميد البسبوسة مع السمنة حلو، عشان السميد البسبوسة يتشرب كل السمنة. قلبوها كده كويس قوي. وانتوا حاطين عليها السمنه كده قلبوا براحتكم، لكن مجرد ما تحطوا السوائل تقليبه بسيطه. بصوا حطيت نص كوبايه لبن. ونقلبها كده خلاص، هنلاقي كده قوامه مظبوط. لو انتوا حسيتوا ان هي تقيله شويه، ممكن تزودوا معلقتين لبن تاني مثلا او حاجه. لان الكوبايات طبعا بتفرق. انا المج اللي كان عندي ده كبير شويه. بس وحطيت بقى اللبن كده وقلبتهم مع بعض. بصوا هي تقليبه بسيطه كده يا دوبك يعني ايه، نقلبها مع السوائل كده اللي حطيناها حلو.
بس وحطيها في صينيه، معلش بقى على شكل الصينيه. بس بصراحه هي دي الصينيه الوحيده اللي عندي اللي بتيجي يعني مظبوطه على قد الكيس بالظبط. بقيت الصواني اللي عندي كبيره، هي دي اصغر صينيه. طبعا عندي بقى من ساعه الجواز بقى لها 16 سنه، ف شكلها يعني ايه باظت كده. باظت صح يا محمد. بس اسوي بقى البسبوسه كده حلو بالمعلقه، والشاي يكون املس كده وحلو، ونبتدي بقى نحط لها البندق وندخلها في الفرن. بجد جربوا بسبوسه الاكياس ديت تحفه، ان شاء الله تعجبكم جدا. حلوه. لما محمد قال لكم حلو تسمعوا كلامه على طول. هبتدي بقى دلوقتي احط البندق كده، اقطعه نص، امسك البندقيه كده اقطعها نصين زي ما انتوا شايفين. بس وابتدي بقى ارصه. وطبعا وانا بعملها كده، انا اول ما ابتديت اعملها آه شغلت الفرن عشان يسخن. هحطها بقى يا حبيبي في الرف اللي في النص، واشغل عليها درجة الحرارة على 180. بصوا بنشغل لها المروحة، بتقعد حوالي نص ساعة. لو ما عندكوش مروحة اما تلاقوها احمرت من الجناب، تروحوا مشغلين عليها الشواية. عايزين بقى تحطوا عليها لوز، بصوا الحاجة بقى اللي انتوا عايزينها. هي بتعمل بالبندق وباللوز، متهيألي ما بيتحطش عليها عين جمل، لا هي لا بندق لا لوز بس. بس حطيت كده حبايبي بقى البندق عليها، ادخلها بقى دلوقتي الفرن واعمل الشربات بتاعها. حطيت بقى كوبايه لبن، معلش كوبايه سكر، وهحط كوبايه ونص ميه. حطيت كوبايه وحطيت نص. هحطها بقى على النار، اول ما تغلي غلوتين احط لها كيس فانيليا وخلاص كده واطفي عليها. والبسبوسه بتاعتنا القمر اهي، كنت خرجتها من الفرن، شايفين واخده لون بقى ايه جولد كده، شكلها تحفه. حطيت لها بقى الشربات، حطيت الشربات كله عليها. هي زي ما قلت لكم كوبايه سكر وكوبايه ونص ميه. من علامات نجاح البسبوسه بقى ان انت اول ما تحطوا لها الشربات تلاقوها بتشربوا كده. لكن البسبوسه لما بتكون بايظه بتلاقوا الشربات واقف عليها على الوش ومش راضيه تشربه خالص، دي تعرفوا ان هي يعني ايه باظت. اقطعها بقى دلوقتي كده واوريكم شكلها مرمله وتحفه بجد. جربوا الاكياس دي حلوه جدا، بس اهم حاجه اعملوها زي ما مكتوب في المقادير بالظبط. قطعت بقى قطعتين، بص شايفين بقى مرمله ازاي، وكان طعمها ما شاء الله جميل. والبندق اللي عليه بيبقى محمص كده بقى من الفرن، بيكون ومقرمش بقى، بيكون طعمه تحفه. بس كده يا حبايبي، كان الفطار خلص وعملت معاكم كمان البسبوسه. دلوقتي بقى كان بالليل بنتي هتحضر معاكم السحور، قلت لها ايه بقى اعملي انتي السحور كده وصوري معاهم. بصي يا البطاطس دي، بطاطس هنسلقها. البطاطس دي حبايبي زي ما قلت لكم هنسلقها، عشان هنعملها ايه اللي هي الماش بوتيتو دي اللي بتكون بزبده ولبن او كريمه. طبعا ما حطيناش كريمه، حطينا عليها لبن، بجد بيكون طعمها تحفه. قطعوه بقى ايه حلقات كده، لو عايزين تسلقوها سليمه زي ما هي براحتكم، بس انا قلت لها قطعها حلقات عشان تستوي بسرعه، عشان كده الساعه 3 يعني، وايه تلحق بقى تستوي كده عشان نلحق نسحر. طبعا بعد ما قطعتها غسلتها كده غسلها اللي متقطعها، وشطفتها تاني بعد ما قطعتها. وتحطوا بقى ميه في الحله كده وشويه ملح، وحطوها تستلق على النار. ودي بطاطس صوابع هنحمرها. بصراحه بنحب البطاطس المحمره جدا على السحور، لا اما بطاطس محمره لا اما طعميه. ديت بقى بطاطس كده، بصوا البطاطس بتاعت الايام دي بتاعت التحمير حلوه جدا، القشره بتاعتها صفرة فاتح كده من بره. محمد كل اقول لكم حاجه يقول لي مشجعني على اي حاجه. حتى البطاطس صح. انت فقر يا محمد. شكرا. الشكر لله. اهي خلاص كده كانت قطعتها كلها، وكده بقى حتى الزيت على النار حطيتها ايه عشان تتحمر يعني. طبعا البطاطس اللي مسلوقه حطيتها، والبطاطس كمان اللي هتتحمر حطيتها برضه. دلوقتي بقى ايه الحاجات ديت للفول. هتعمل فول بجد طعمه حلو جدا، عامل زي يعني لو حد يعرف الفول بتاع راس البر،
طعمه كده عامل زيه بجد حلو قوي. هنعوز بقى طماطم وفلفل ودي كزبرة، ناخد الورق بتاعها كده 3 عيدان 4 عيدان كده، ناخد الورق بتاعهم، مش عايزين الورق يعني، مش عايزين العيدان اللي من فوق. معلش بقى على الدوشة دي، سامحوني معلش. بصوا بقى، وعايزين كمان فص توم. الفول بقى تعمله ازاي؟ التوم ده هتحط شويه زيت وتديهم تحميره كده بسيطه على النار، يبقى لونهم جولد كده حلو. تروحوا نازلين بالفلفل تقليبه معاهم، وتروحوا نازلين بالطماطم. الطماطم تتسبك، تروحوا حاطين بقى الكزبره، تدوها تقليبتين كده معاه، وتنزلوا بالفول وشويه ملح وبس كده، وسيبوهم بقى ايه يستووا كده، يغلوا كام غلوه مع بعض وبس كده، الفول يكون جاهز وبجد طعمه تحفه. دي بقى كانت تونة يا حبايبي، علبة كده. احنا بصراحة بنحب التونة يعني في السحور، فايه يعني لما بيكون فايض اكل بصراحة من الفطار ما بنجيبش، لو الاكل خلص بقى وما فيش بنروح جايبين كده مع السحور يعني. بس حطيت عليها ليمونة وشوية ملح وشوية شطة وشوية خل بس كده. دي بقى البطاطس يا حبيبي بعد ما استوت وقشرتها كمان وهرستها كده بالشوكه، تحطوا بقى معاها شويه لبن وتقعدوا تهرسوا فيها كده شويه حلوين. لو عندكم هرسة البطاطس يكون افضل، تفضلوا تهرسوا لحد ما تلاقوها بقت ناعمه عامله زي الحرير كده، ولونها بيفتح كده، بيكون شكلها حلو وطعمها حلو قوي. بس هتقعدوا تهرسوا فيها كده، واخر حاجه هتحطوا معلقه زبده وتسخنوها بقى على النار، بجد بتكون حلوه قوي. بصوا شايفين معلقه زبده كده حته تاني، بس نسخنها بقى على النار. خلاص كده يا حبايبي، السحور كان جاهز. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تحطوا لايك.